بنهاية هذا الموسم سيرحل 3 مديرين فنيين كبار عن أنديتهم: ليفربول، بايرن ميونخ، برشلونة. اتكلمنا إن تشابي هيرحل عن برشلونة، واتكلمنا أيضا إن كلوب هيرحل عن ليفربول، ولكن الضحية الثالثة هو توماس توخيل. بالفعل نادي بايرن ميونخ بيعلن رسميا رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم. الأمور مع كبير ألمانيا بايرن ميونخ تسير بشكل سيء جدا جدا. في الدوري متأخر لصالح باير ليفركوزن تشابي ألونسو، وفي الكاس والسوبر الأمور ضاعت والأمور صعبة جدا، وبايرن ميونخ يعاني هذا الموسم بشكل كبير. حتى في دوري أبطال أوروبا بيخسر من لاتسيو مباراة الذهاب في انتظاره مباراة عودة قوية جدا في ملعبه، ولكن خلاص النادي قرر فك الارتباط بتوماس توخيل. ابرز المرشحين لخلافه توماس توخيل هو النجم تشابي الونسو اللي عامل قلق في الدوري الالماني مع باير ليفركوزن ما شاء الله حتى الان بلا اي هزيمه، وماشي بشكل جيد جدا. فريق جماعي بيلعب كوره متطوره، كوره هايله جدا، كوره حلوه جدا، اجبرت الجميع على احترامه. هو المرشح الاول لتدريب نادي بايرن ميونخ، ويقال ان هو موافق وحابب التجربه. كان لاعب سابق في صفوف بايرن ميونخ وحقق معاهم نجاحات كبيره جدا جدا. لو اشتغل معاهم بشكل جيد بنفس الاحترافيه ونفس الفكر هيروح ببايرن ميونخ لحته بعيده جدا. ثاني المرشحين هو هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ. في كلام ان هم عارضين عليه انه يرجع لتدريب الفريق في حاله ان تشابي الونسو ما يوافقش، ولكن يقال ان هو رافض الفكره تماما. الاسم الثالث هو زيزو زين الدين زيدان، مرشح بقوه ايضا لتدريب الفريق. زيدان حتى الان بعد نجاحاته الكبيره مع ريال مدريد لم ياخد اي تجربه تدريبيه في اي مكان. كان مستني منتخب فرنسا، الامور ما مشيتش. في كلام انه مستني اليوفي، حتى الان الامور ما مشيتش. ففي كلام عن تدريبه لبايرن ميونخ، هنشوف الامور هتمشي ولا لا حتى الان. طب توماس توخيل رغم فشله مع بايرن ميونخ حتى الان، الا انه الخيار الاول عند لابورتا رئيس نادي برشلونه لتدريب الفريق الاسباني. برشلونه حاطط توماس توخيل كخيار اول لتدريب الفريق، وتوخيل قد يكون موجود في الدوري الاسباني الموسم القادم مع برشلونه. هنشوف ده هيحصل ولا لا. لو رجعنا لتشابي الونسو تاني هنلاقيه مرشح اول في ليفربول لتدريب الفريق، ولكن زي ما قلت لكم من شويه ان تشابي الونسو حابب يكون موجود او يخوض تجربه اخرى في الدوري الالماني الموسم الجديد مع نادي بايرن ميونخ. كل ده كلام حتى الان، ولكن كل حاجه هنعرفها اكيد قبل نهايه هذا الموسم باذن الله. شكرا لكم.